تخيلوا كيكة من غير فرن وبطعم القهوة، طعم قهوة غني جدا. كمان كريمة ناعمة وشوكولاتة. لو جربتوها مرة هتعملوها كل يوم. النهاردة وصفتنا سهلة جدا ومفيش أبسط ولا أطعم منها. هنعمل كيكة باردة، طبقات بسكوت وكريمة نسكافيه غنية من غير فرن ولا بيض ولا كريمة حلويات ولا أي مكونات صعبة. كلها المكونات اقتصادية ومتوفرة عندنا تقريبا. كمان هنعرف ايه بدايلها وهتطلع نفس الطعم وأحلى كمان. أحلى حاجة احنا ممكن نعملها في الصيف هي الكيكات البسكوت البارده. تعالوا نشوف ازاي دلوقتي هنعملها. هنعمل احلى كيكه بارده بالنسكافيه وهنعملها كمان في دقايق. بس قبل ما نبدا في الفيديو، لو اول مره تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكم وصفاتي. اول حاجه هجيب كوبايه عشان اعمل الكريمه. هجيب كوبايه كريم شانتيه خام من عند العطار، كريم شانتيه عادي خالص من عند اي عطار. كمان هجيب كيس كريم كراميل اللي هو الجاهز. هنستخدم كيس الكريمه بس مش هنستخدم كيس السكر. هعمل كمان تلت كوبايه لبن بودر وربع كوبايه سكر، والسكر اختياري احنا ممكن نزود، بس انا بحب الحاجات اللي يكون سكرها هادي. كمان هنستخدم معلقتين جبنه كريمي. جبنه الكريمه العاديه خالص اللي عندنا ممكن نستبدلها باي جبنه مثلثات لو متوفر عندنا، او جبنه بالقشطه مثلا. بعد كده هجيب بقى معلقتين نسكافيه صغيرين وعليهم معلقتين ميه وهقلبهم، وبعدين هحطهم على المكونات دي علشان هقلب الكريمه دي كلها تكون بطعم النسكافيه. انتوا متخيلين المكونات مع بعض؟ انا حطيت شويه لبن صغيرين، انا عايزه اعمل كريمه تقيله فمش بحب ازود، فتقريبا حطيت كوبايه لبن. ممكن ازود بعد كده، ممكن ما ازودش حسب ما احس ان الصوص محتاج. هفضل اضرب بالمضرب كتير كتير لحد لما هنلاقي الكريمه تضاعف حجمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني هي تقريبا كانت الربع وبعد كده زاد حجمها لنفس الشكل ده كده. هجيب بقى الصينيه او القالب اللي انا هعمل فيه واحط شويه كريمه تحت. انا بعملها لكم بطريقه اسهل شويه، مش هنبل البسكوت في لبن ولا هنبله في نسكافيه ولا هنبله في اي حاجه. انا هحط شويه كريمه في الصينيه من تحت. بعد كده بقى انا هجيب اي بسكوت يكون متوفر عندنا. يعني انا استخدمت بسكوت بطعم القرفه. انتوا متخيلين بقى كمان اما نحط بسكوت بطعم القرفه ومع النسكافيه ومع الشوكولاته ومع الكريمه اللي احنا عملناها دي هيبقى طعمه رهيب. وعادي خالص ممكن اي نوع بسكوت ساده عندنا، مش فارق خالص. ممكن بسكوت بالساده بالشوكولاته كمان يبقى تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان انا استخدمت نوعين بسكوت لان البسكوت كان خلص وبرده ما ظهرش في الطعم في الاخر. انا هرص الصينيه طبقه من البسكوت وبعدين هحط فوقيها طبقه من الكريمه، وبعد ما بنزل بالكريمه بجيب اي معلقه او سباتيولا زي دي كده تكون نظيفه وخصصها لفرد الكريمه كده علشان ما تاخدش البسكوت تحت معاه. يعني انا هحط كميه كده وبعد كده بالراحه خالص من فوق اروح مقلباها كده ومظبطه الصينيه. بعد كده بقى هاجي اعمل طبقه بسكوت كمان. الطبقات زي ما انتوا عايزين، ممكن نعمل طبقتين بسكوت، ممكن نعمل ثلاث طبقات بسكوت وثلاثه كريمه، يعني واحده وواحده. انا عملت يعني 2 بسكوت و2 كريمه وفوق خالص تبقى طبقه شوكولاته. انا كملت البسكوت زي ما انتوا شايفينه كده. هو بسكوت صغير شويه برده، بسكوت ساده بس ساده بقى خالص مش بطعم حاجه، وبرده كان طعمها في الاخر حلو جدا ومش باين اي حاجه. هحط بقى طبقه من الكريمه فوق، الكريمه اللي هي اللي احنا عاملينها اللي هي بطعم النسكافيه ديت. طبعا الكريمه رهيبه لو انتوا حشيتوا بها اي كيكه او عملتوها على اي حاجه طعمها حلو جدا. الجبنه بدايلها ممكن نحط قشطه لو احنا مش حابين نحط الجبنه الكريمي هتبقى تحفه جدا. الكريم كراميل مع الجبنه مع الكريم شانتيه طعمه كله حلو قوي قوي مع معلقه النسكافيه بقى قلبها في اتجاه تاني خالص. هظبط الصينيه بنفس ما ظبطت المره اللي فاتت. بعد كده بقى انا حابه ان انا يعني اعمل طعم شوكولاته فوق بس يكون بسيط. يعني ما حبيتش ان انا اخلي الكريمه كلها شوكولاته، انا حباها تكون خفيفه، كريمه بيضه كده بطعم النسكافيه لذيذه، وفوق بقى هعمل طبقه شوكولاته صغيره خالص. هنضف الصينيه بتاعتي وبعد كده هجيب معلقتين اي شوكولاته، كريمه شوكولاته فرد او نوتيلا او اي حاجه. هسخنها في الميكرويف حاجه بسيطه خالص واحط عليها بس كبشه كده او حبه صغيره من الكريمه اللي عندي دي. وبعد كده هفردها، يعني هوزعها فوق الصينيه علشان تعمل فوق بس على الوش كده طعم شوكولاته هادي، مش طعم شوكولاته كتير. يعني انا مش عايزه اعمل طبقه شوكولاته فوق. لو انا عايزه اعمل طبقه شوكولاته كنت سيحت بار شوكولاته عادي من بتاع المطبخ وحطيته فوق وكان هيبقى يعني شكله حلو وطعمه حلو. بس انا حابه ادي طعم الشوكولاته مع المكونات دي. اصلا الشوكولاته مع النسكافيه طعمهم بيبقى حلو جدا. النسكافيه نفسه بيعزز طعم الشوكولاته، فالكريمه دي على بعضها طعمها تحفه حلوه قوي قوي. انا هفرد بالراحه خالص من فوق. عادي جدا ان الكريمه تندمج مع بعض. انا مش بعمل طبقه شوكولاته فوق، لا انا بعمل طعم طبقه كريمه شوكولاته مع النسكافيه. هحطها كده وهظبط برده بمعلقه تانية تكون نظيفه وهظبطها كده وهدخلها التلاجة شويه. بعد ما اخرجها من التلاجة هتكون مسكت نفسها شويه. هروح بقى احط عليها من فوق بقى هبشر شوكولاته، هحط شويه كاكاو خام او نسكافيه. انا حطيته كده مشيته في مصفى علشان ينزل بشكل يكون يعني شكل الكيكه نفسه يكون شكلها حلو، مع ان هي طعمها اصلا حلو. هي مش محتاجه اي تزيين خالص من كتر حلاوه طعمها. رهيبه حلوه
جدا. هوزع الكاكاو كده فوق بالراحه لحد لما هخلص الصينيه كلها، وبعد كده بقى هقطعها. عايزه اقول لكم ان يعني هي طعمها حلو جدا، يعني شايفين الجمال، طبقات ناعمه جدا، طعم غني بالنسكافيه والشوكولاته، الطعم ميكس كده حلو جدا. مش عارفه يعني مش عارفه اوصف لكم طعم الميكس على بعضه عامل ازاي، علشان هو مكونات كتير مع بعض، مكونات بسيطه خالص، ممكن احنا نبدلها باي حاجه احنا عايزينها. لو احنا مش متوفر عندنا جبنه ممكن نحط معلقه قشطه، ممكن نحط معلقه وش لبن، ممكن الكريم شانتيه مثلا ممكن نحط مكانه كريمه حلويات. بس انا حابه ان المكونات تكون كلها اقتصاديه، هيبقى طعمها حلو جدا، مش باين خالص اصلا هي اقتصاديه ولا لا. شايفين هي طبقات رهيبه، كيكه حلوه قوي قوي وبسيطه ومش بتاخد وقت، فعلا سريعه خالص. لو انتوا حابين تعملوها مش هتاخد ساعه منكم، هي ما اخدتش اصلا ساعه تجهيز. طعمها لذيذ خالص، تنفع لاي مناسبه وتنفع لعزومه. ممكن لو ظبطناها كده ممكن تنفع يعني طبقات كتير منها ممكن تبقى تورته او لعيد ميلاد او كيكه عيد ميلاد. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه.